شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم وأوقات جميع مستمعي ومتابعي قناتكم الموقرة سيد العزيز. فيما يخص تأخر هطول زخات المطر والأمطار على البلاد بصورة عامة، كانت لدينا أسباب حقيقة. احنا في بداية الأمر منذ بداية الشهر التاسع أشرنا بأن هذا الموسم سوف يكون نوعا ما مطري، يعني فرق بسيط عن الموسمين السابقين. المفروض في بداية الشهر 11 يعني شهر تشرين الثاني تكون هناك أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة، ولكن بسبب ضعف المنظومات الضغطية الجوية إضافة إلى ذلك، السبب هو كان تمركز المرتفعات الجوية شبه مدارية نسميها في طبقات الجو العليا، التي أخرت أو إعاقت دخول المنخفضات الوسطية اللي واجب هذه المنخفضات تكوين الغيوم وارتفاع نسبة الرطوبة اللي يساعد على أجواء مطرية. ولكن نقول الحمد لله والشكر، كان تقريرنا واضح قبل 3 أيام بتأثر البلاد بامتداد كتل هوائية باردة من طبقات الجو العليا، إضافة إلى تأثرنا بامتداد المنخفض الجوي اللي قادم من البحر المتوسط، اللي كان تأثيره واضح على العراق منذ يوم أمس بتساقط كميات جيدة جدا من الأمطار على جميع المناطق، خاصة مناطقنا الشمالية التي كانت النسبة الأعلى في تساقط كمية الأمطار على البلاد. لا لا سيدي العزيز، ما لا يوجد هكذا منطق، ولكن البعض يتكلم بهكذا أمور. هي علميا لا يوجد هكذا سرقة الغيوم. هي الغيوم احنا هي سماوية، يعني ما نقدر احنا نتلاعب بالغيوم. هي هاي تغيرات مناخية بها، هذه تاخذ شغلتها العلمية. اولا التغيرات المناخية وعناصر طبقات الجو العليا، اكو سرعة رياح، اكو تغير سرعة رياح، اكو مثلا احنا دائما ليش هسه بالاجواء من في فتره الصيف نشوف الاجواء تختلف، لان اكو ارتفاع درجه حراره، اكو ارتفاع مثلا، اكو جفاف تربه، اكو احنا نسميها انبعاثات غازيه. هذه اكو مقومات تساعد على الغيوم. حتى في الشتاء، احنا نشوف اكو تمركز المرتفع الجوي. ما اعتقد يجي شخص معين يسيطر على الغيوم او يسيطر على طبقات الجو العليا، لا، هذا ما يقدر عليه، لان هذا نشاط الهي دا يصير. مثل عندك يصير ارتفاع درجات حراره، ارتفاع نسبه الرطوبه، سخونه البحر. هذا لا، هذا يعني غير منطقي الكلام اللي البعض يتكلم به. احنا نشتغل بالمنطق، نشتغل بالعقل. احنا دا نشوف تصير حاله معينه. احنا قل تاثير المرتفع الجوي المتمركز في طبقات الجو العليا، من قل تأثير هذا بدأت المنخفضات الوسطية تعمل، وهذا كان أثر عملها. الاستمرار بالعمل هو مثل تأثيرنا بالمنخفض الجوي اللي قادم من البحر المتوسط، واللي على أثره صارت هكذا غيوم، هكذا أمطار، وهكذا تغيرات مناخية. فمنطقيا لا يكون هكذا يعني تصور بهذا الموضوع. سيدي العزيز، الطريقة المعينة اللي استخدموها بعض الدول، خاصة أستراليا وبعض الدول العربية، يسموه الاستمطار الصناعي. هذا يحتاج لمراحل، يعني يحتاج لشغل، يحتاج لمقومات، يحتاج لطائرات خاصة، طائرات استطلاع، طائرات استمطار، يراد مناطق تختار، لان هذا يراد له يعني امور ثانويه اخرى. ولازم انت تعمل اكو لجان مشكله عندك، وكيف تقسم البلاد او المنطقه الى مثل 4 اقسام حتى تختار المنطقه هي الاجود، يعني بان تتكون بها الغيوم. فلذلك هاي فد عمل مطول، ولكن اكو من هذا، اكو هكذا اعمال تم العمل عليه في عدد من البلدان، يعني يقدر، ولكن حتى الوقت يختاروا اذا اكو غيوم مثلا قريبه، فبآلية سيد العزيز، بمعايير خاصه هذا الموضوع، يعني اكو علميا يصير. سيدي العزيز، احنا اكثر المناطق اللي تصحر هي مثل ما نوه جنابكم الكريم المناطق الصحراويه، خاصه المناطق الوسط والجنوب. اكثر شيء مناطق الجنوب والمناطق اللي كانت يعني السياحه مثل الاهوار وغيرها.
ولكن احنا هذه مشكلة، هذا مشكلة رئيسية، مشكلة التصحر، مشكلة ملف المياه اللي يعتبر من أخطر الملفات حقيقة. يجب العناية ورعاية هذا الملف بصورة صحيحة. إضافة إلى نشوف احنا يعني مع الأسف دول المنبع بخصوص المسؤولة عن القريبة من نهر دجلة والفرات، يعني قلة إطلاقات المياه بصورة صحيحة. إضافة إلى ذلك احنا دائما ما يعني حتى هذه الأمطار اللي ساقطت على البلد، يعني يوم أمس الأخوة في وزارة الموارد المائية استبشروا خيرا بهذا الموسم بنسبة الأمطار اللي تساقطت، وأشاروا بأن الآن تقريبا يعني التربة نوعا ما صارت رطبة، يتوقعون بأن هذا الموسم التربة تكون رطبة. فللتوضيح، فأكثر المناطق اللي هي تتأثر يعني حقيقة مناطقنا الجنوبية ومناطق الوسط بسبب قلة المسطحات المائية. لذا علينا كدولة عراقية أن نكون جادين بالعمل بالخطط الاستراتيجية الحقيقية لبناء سدود أو بناء خزانات أو بناء نعم. أنا حقيقة يعني قبل فترة أيضا كانت لدينا إشادة بموضوع الأخوة في إقليم كردستان. دائما ما يعملون على الحلول البدائية، يعني دائما ما يبدأ بمشاريع صغيرة ثم يتطور إلى مشاريع كبيرة، يعني ما يخلي حيز فارغ، ما يخلي مجال فارغ. فهذا هو الشيء الصحيح. أنا هم لازم أبدي بالمشاريع الصغيرة ثم أبدي للمشاريع الكبيرة، يعني أبدي المشاريع الكبيرة بعد حين. أنا قبل فترة شفت يعني في الأخوة في إقليم كردستان كان مشروع التشجير، تسجيل يمكن 1,000,000 نخلة أو شجرة. شفت يعني الإقليم بصورة عامة دا يعمل على هذا الموضوع، وهذا موضوع ضروري جدا العمل عليه. احنا المفروض يصير عندنا خطوات مماثلة للعمل اللي دا يعملوه في إقليم كردستان، مثل ما كانت لدينا بدايات في من قبل العتبتين الحسينية والعباسية، ومن قبل الأخوة في محافظة السماء، ومن شاركوا به مثل الأخوة في الحشد الشعبي أيضا شاركوا بهذا المشروع. وإحنا شفنا قلت لك الفترة الأخيرة قبل فترة شفت مشروع كبير توجه إلى الإقليم بزرع الأشجار، يمكن شارك به السيد رئيس الإقليم يعني أكيد. فلذلك أنا أعتبرها خطوة جيدة جدا. هذه الخطوة أيضا تساعد على ترطيب الجو، تساعد على تغير المناخ، تساعد على تقليل شدة الحرارة. احنا خاصة قلت لك سيد العزيز عندنا ملفين خطرات، ملف التصحر وملف المياه. هسه احنا بدنا نشوف مثلا حتى جغرافية منطقة الإقليم تختلف على جغرافية المنطقة الجنوبية، لذا على المناطق الجنوبية والوسط أن يكون عمل جاد مشابه للدول أو للمناطق مثل ما نشتغل بالإقليم، أن يكون عمل جاد بموضوع التشجير. أنا من أكون أشجر يعني حتى أطلع بحصيلة جيدة. إحنا لحد هاللحظة يعني هذا عمل بطيء، رغم ما أن هنالك يعني بعض الأعمال المنجزة نقول من الأخوة في أمانة بغداد وزارة الزراعة، ولكن هذا لا يكفي، راد تكاتف جهود بهذا الموضوع. تحياتي لكم سيد العزيز.